فقلت حين قرأتها أي قرأت الكتاب: هذا أيضا من البلاء. فتيممت بها إلى التنور فسجرتها أي حرقتها. حرق كعب بن مالك ذلك الكتاب ولم يندم، حرقه وهو يعلم إنه من ملك غسان نفسه، وهو ما يعني في زماننا هذا الجنسية أو اللجوء السياسي. حرق الكتاب في التنور وهو يعلم أن فيه نجاة لو أراد، حرقه وهو يعلم أن فيه ما ينسبه، ما ينسيه الألم الذي هو فيه. ولكن كعب لم يكن يسأل عن دنيا يصيبها أو عن مكانة يتطلع إليها في هذه الدنيا الفانية. نعم، لا غرابة أيها المؤمن في هذا. فالمؤمن حين يخالط الإيمان بشاشة قلبه يسمو هدفه وتشمخ نفسه وتصبح عنده الدنيا بكل ما فيها مجرد أوهام لا يمكنها أن تجذب قلبه أو تحرقه عن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم.